ضمن خطط وبرامج أعدت سلفا بين الهيئة العليا للحج والعمرة واللجنة الأمنية المشكلة في وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود، تتوافد قوافل الحجاج العراقيين إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية لأداء فريضة الحج في الديار المقدسة. الإجراءات تضمنت تأمين الأجواء برا وجوا لهذه القوافل بدءا من مراكز تجمع الحجاج داخل المحافظات وصولا إلى منفذ عرعر الحدودي والمطارات التي خصصت لنقلهم إلى السعودية. نوعين، نوع دوريات آلية مع الرتل تمشي، ونوع عندك مرابات يعني رباية ثابتة على نقاط بين نقطة ونقطة من 2.5 إلى 3 كيلومتر. الحمد لله هسه يعني بهاي المنطقة اللي هي أخطر المناطق يعني أكو تبادل رؤية بين ربية وربية، يعني ربية تشوف ربية، بحيث إذا صار خرق مثلا أو أحد راد يتسلل بين هذا الربيتين يعني لازم واحد منهم يشوف هذا المتسلل. ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن عدد الحجاج العراقيين الذين سيسلكون الطريق البري من كل المحافظات إلى منفذ عرعر الحدودي سيصل إلى أكثر من 17,000 حاج. تنسيق مشترك مع هيئة الحج، وتوضع هيئة الحج خطة تفويج للحجيج. نحن على ضوء هذه الخطة نضع خطة الحماية في المناطق الخطرة، وهذه ما حدث يوم السبت عندما تنقلت قوات الحجيج باتجاه منفذ عرعر أكثر من 1200 حاج من محافظة البصرة وغيرها. كانت هناك الطائرات السمتية وأنا كنت هناك، تنقلنا فوق الحجيج لحين ما عبروا منفذ عرعر. الخدمات جيد جدا عيني، من هناك لهنا جينا الحمد لله والشكر، أكل وشرب وضيفونا أهل كربلاء الحمد لله والشكر، والنوب جينا لهنا بعد أزيد أنتم. احنا جينا من كربلاء طبونا أول ما استلمونا جماعة الأنبار، فالحمد لله والشكر أمان، وجابونا بسيارات من هناك لهنا وعلى حسن الضيافة. وفيما يتعلق بطلب الاستقالة الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة تقي المولى بسبب تقاسم مسؤولين في الدولة حصة 6,000 الإضافية التي منحتها السعودية للعراق، أكد مستشار رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع الحرة رفض المالكي طلب الاستقالة، فيما أكدت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء أمر بتوزيع هذه الحصة على الفائزين في قرعة الحج لعام 2012 وحسب الأقدمية. محمود فؤاد، الحرة.